يا ترى لو عايزين نفطر في الحر الشديد ده نفطر ايه من غير ما نولع فرن، من غير ما نقعد كتير قدام النار؟ نفطر فطار صحي ينفع للصغيرين وللكبار، ينفع لمرضى السكر، ينفع لكل حاجة، ينفع للشباب للبنات، من غير ما يزود لنا السعرات الحرارية ومن غير ما يحسسنا بحرارة الجو. بالعكس هيرطب على جسمنا كده. انا بحب الشوفان، ويا ريت اللي يجيب الشوفان يجيب الشوفان اللي هو غير سابق التجهيز، اللي حبته كبيرة مش مكسرة. اي نوع من عندكم سواء سايب او معلب. هجيب حفنة كده على حسب العدد الافراد اللي هاخدوهم، مثلا ربع فنجان، نص فنجان. بحمصه طبعا بدون زيت او سمنة او اي حاجة لغاية ما يوصل للدرجة دي. الطريقة دي هتخلي اللي ما بيحبش الشوفان يحبه. هجيب زبادي، لو بتحبوها لايت ماشي، لو بتحبوها زبادي عادي بلدي مش مشكلة. وهحط فيها الشوفان اللي انا حمصته. بعد كده اجيب اي نوع من الفاكهة عندي، يعني عندي موز، عندي تفاح، عندي كمثرى، عندي حتى لو عندي بلح احمر بلح اسود. هنا عندي تفاحة فراولة وعندي موز. هبتدي اقطعهم كده اي طريقة تعجبكم وهحطهم كده جنب بعض. طبعا انا كل ده بزود القيمة الغذائية للوجبة دي، وجبة مشبعة من غير اي سعرات حرارية تضايقنا وتزود وزننا في الحر اللي احنا شايفينه ده. بعد كده لو عندي اطفال ممكن احط لهم معلقة عسل، معلقة مربى، اي نوع بيحبوها. ممكن احط سمسم، هيبقى كويس جدا السمسم مع الزبادي، بيخلي امتصاص الكالسيوم في الجسم كويس جدا. والشوفان هيحسسنا بالشبع لانه بينفش في الجسم. ممكن احط بذور الشيا، ممكن احط حبة البركة، ممكن احط اي مكسرات عندي اولادنا بيحبوها، او حتى فول سوداني، او حتى حمص عادي مطحون، او حتى بذور عباد، بذور اللي هو دوار الشمس. كل ده ممكن ان انا احطه، او بذور اليقطين. كل ده ممكن احطه يزود لي الوجبة الغذائية. وصدقوني انا لو اكلتها وجبة مشبعة يعني مختلفة بقى عن الفول والطعمية وسندوتش الجبنة والطماطم والمربى. جربوها وهتحبوها. يعني انا ساعات كتير باكل الشوفان